قال سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. يعني زي ما هتظن في ربنا هتلاقي. وهنا الإمام القاضي عياض في شرح الحديث بيقول: أنا عند ظن عبدي بي بالغفران إذا استغفر، وبالكفاية إذا طلب، وبالقبول إذا تاب، وبالاستجابة إذا دعا. وانت بتعمل الأربع حاجات دي، وانت بتتوب، وانت بتستغفر، وانت بتطلب من ربنا، وانت بتدعي، خلي عندك ظن يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أجرى عليك الحاجات دي، أجراها عليك عشان يقبلها ويوفقك حتى فوق ما تتصور. سيدنا عمر بيقول: لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء جاءت معه الإجابة. عشان كده أنا عند ظن عبدي بي. والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. إن شاء الله ربنا هيكرمني فاشتغل وتعب، إن شاء الله ربنا هيقبلني فتاب واستغفر، إن شاء الله ربنا يوفقني فدعا ورجى في ربنا. أحسن الظن بربه فأحسن العمل. وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. إذا كان رب الأكوان مش معايا، ما إيه لازمة أي خير يتعمل؟